الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. كان لا أحد في الكون سوى الملك الجبار. خلق الرحمن القلم وكتب به مقادير هذا العالم في اللوح المحفوظ. ثم خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ثم استوى على العرش. ثم خلق الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار. ومر من الزمان ما مر، وسكن الجن الأرض، ونشروا الشر والفساد فيها. ولكن كان هناك جنيا صالحا اسمه عزازي. أرسل الله ملائكته وأخذوه معه من السماء، وعاش بين الملائكة وأصبح يتعبد مثلهم، حتى صار من المقربين. وبعد زمن أخبر رب العزة ملائكته أنه سيخلق في الأرض خليفة، فقالوا: نجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فقال رب العزة لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. وخلق الله آدم على صورته، ونفخ فيه من روحه، فغضب عزازيل وكتم ذلك في قلبه. وأمر الله ملائكته بالسجود لآدم، فسجدوا جميعا إلا عزازيل. لا، لن أسجد. خلقتهم، أما أنا خلقتني من نار، كيف تسجد النار؟ كيف؟ فغضب منه الرحمن بعد أن كان من المقربين، وأمره أن يخرج منها شيطانا رجيما. أصبحت ملعونا مطرودا، ولكني أطلب منك أن تلهمني إلى يوم الدين، حتى أثبت لك من وسائلك المخلوق الذي فضل الله عليه. فوعزتك وجلالك لا أخبرنهم أجمعين. فجعله الله من المنذرين، وتوعده ومن يتبعه من الجن والإنس بعذاب شديد. لا نخيرك يا
كان بالأمس وأصبح اليوم سيد الكاذبين. يأتي يوم أبعد مما أتخيل وأتقابل فيه. قد لا تعرفني حينها، قد تصبح ذميما أو مخلوقا مشوها، لكني سأذكرك بقدرتي، سأذكرك كيف كان هذا المخلوق الناري ورب من أنهار الجنة وأعظم صوتا من عزف الفردوس. أما أنت يا أعظم من أحببت، أعرف أنك تعلم الكلام. إني أتوسل مغفرتك، إني أتمنى من بابك أن يفتح سقف كي ينظر إلى نور، لكني آسف لن أعلم ولا أبقى هكذا أبد حتى أبقى هو ذلك المغرور الأسير. هل تعلم أنك أنت الروح؟ أصبحت الآن أتمنى الآن أن أصور، أن أصبر، أن أنقذ أنفاس الاشتزاع الشمعات المكتومة في نفسي. لكني حتى لا أقدر على كارثة، وليعلم مخلوقك هذا أني أحببتك أكثر منه، وليعلم مخلوقك هذا أني أراه في الأرض. أيها المخلوق، إني أنتظرك في الأرض. إبليس، أنتظرك في الأرض.
العزة فاختلف وتناحر ثم تشاجر وتقاتل ثم فتح كل منهما على أرض النضوة وشرحوا بعض يا معلم. أما أنا وادي حشيش وقد أوقعت بين أطرة سهلاوي والفايس ملكاوي. عمي أنا يا ولدي العزيز فقد جعلت رجل دينك أنا ذاهبا لدور عباد، جعلته يغير طريقي ويذهب إلى المقهى ليشاهد المباراة. عندما جاء الهدف الأول ذكر الله بطريقة جديدة. أتعلمون ماذا قال؟ أتعلمون ماذا قال؟ الله يخرب بيت عقلك يا راجل، شوف لي شقة جنبك. ما رأيك يا ولدي؟ أرأيت كيف أستطيع أن يفعل ابنك في بني آدم؟ أرأيت أننا نستطيع أن نعبث في الأرض فسادا ونفرق بين المرء وزوجه؟ نحن غرابة نحن غرابة هوبا لا هوبا لا. أرأيت يا وليدي؟ أرأيت؟ رأيت انكم بتشتغلوا يا ولدي. داني لو سمحت احترم ألفاظ. نعم يا أختي أحترم ألفاظي. الحقوني يا شياطين، تعالوا شوفوني يا بلسة. فتنة بنت إبليس الكبير عايز أبوها يحترم ألفاظه. يا نهار اسود يا بابا، انت بتعمل ايه؟ بحاول اهدي ما بينكم يا بابا. في صدام بيهدي بين الاثنين. صدقني يا بابا برضه ما اقصدش. لا تقصد يا حنزوق وانا مش هعترف المره دي يا بابا. انا اسف مش هعمل كده تاني. وكمان كنت متأثر. طب اعمل ايه يا بابا دلوقتي؟ انا اللي هعمل ده. لا يا عم تصلي على النبي كده. ايه؟ لا وصلي على النبي. زمان وانا صغير دماغي بقى كبير، ولما بقى كبير هتحسب أسمر تاني. بابا بس خلاص هي كده خلصان وخلصانه بالشيكه يا ولاد ابليس، وانا مضطر اعيد حسابات واعمل اللي ما عملتوش يا هناك. واللي مني اللي مني مزعلني وخانقني اللي مني. يا بابا يا بابا يا بابا بابا يا بابا يا بابا بابا يا بابا يا بابا. خليته فيها. أنا قلت الناس سقفنا ولا حاجة. طب نتكلم بجد بقى ونشوف المصيبه اللي احنا فيها ولا هنقضيها كلها تهريج. خلاص ابوكم مش هيرجع وبيني وبينكم انا خايف ايه اللي هيعمله. يعني هيعمل ايه؟ يعني هينسحب مثلا؟ يا هبل ابوكي ما بيموتش. يبقى هيتبرى منين؟ لا اكيد حصل يا بيه، بس برضه مش ده اللي مخوفني. امال ايه؟ بصوا كده يعني انا حاسس ان ابوكم ها؟ لا دي تقطع لساني قبل ما اقولها. يا عم ده مش مغنى، ما كل مرة بتقطع وبيطلع لك جرح على زورهم يا عم. انا حاسس ان ابوكم نويتوه. كده؟ يعني بعد ما الله ما بنتكلم بنرجع دلوقتي نقول لا قصدك بتاع تقطع حلزون. طب قول لي يا حلزون، هو ابوك هيتوب ليه؟ احنا شلتوه. تنكروا اننا مالناش اي لازمه وما عملناش اي حاجه من اللي قلنا عليها. انت شلتونا اللي خليت راجل الدين يروح يصلي بدل ما يروح يتفرج على ماتش بدل ما يروح يصلي. لا. وانت يا فتنه اللي خليت الارض رصيديه ببعض. لا. ولا انا وقعت من الشباب بسبب بس الجوز. ده كله حصل يا حلزون. حصل بس ما كناش احنا السبب فيه، لان ببساطه البني ادمين ما مش محتاجين الوساطه بتاعتنا عشان يعملوا الشر، وهم اللي بقوا لنا واتاثرنا بيهم. تنكر يا شلتون انك بتشرب سجاير من بتاعتهم. ايه ده؟ وراس ابوك البيت الكبير انا اللي قلت لي. ماشي اصبري، على فكره كنت بجرب بس يا حلزون. ده تجربه في حد ذاتها تعثر يا بيه. طب ما انت بتدرك كنتاكي، كان حد كلمك؟ مش احسن ما شلت كل اللي تحت من السلم. مش بكل يا بنت. يا نهار اسود، ده احنا طلعنا حلزون ما عندناش اي احساس بالمسؤوليه خالص. وهي دي المشكله. بقينا نقلل البني ادمين ونسينا اصلا مهمتنا على الارض في نشر الشرور بين البشر، وتحاولنا بقى احنا ناخد منهم الشر ونطبقه. بعد ما كان ابونا ابليس الكبير محقق اعلى تارجت في الشر، نيجي احنا نقصر رقبته كده. انت يعني عايز تقول ان ابوك ابليس هيتوب عشان حاسس فشل؟ ايوه يا فتنه، وللاسف احنا سبب فشل. وتخيلوا بقى لما ادم يعرف ويشمت في ابوكم ويقول له انا انتصرت عليك يا فاشل. لا مش لازم يحصل، احنا لازم نعمل حاجه تساعد لاقون. يعني هنعمل ايه يعني؟ انا عندي فكره. ايه؟ احنا نرجع لشغلنا التقيل بتاع زمان، نوسوس للناس فيعملوا
محافظه المدينه ونركز كل جهدنا عليها. هنروح لاعلى سكان الارض وهندور عليهم في كل حته، في الشرق، الغرب، اعالي الجبال وسهول المنحدرات، بلاد ما وراء البحر، اسيا وافريقيا، امريكا الشماليه والجنوبيه، والقطبين الشمالي والجنوبي، والطوابق واخر الفصل المطريه لحد ما نلاقي هدفنا. ايه ده؟ بتروحوا فين؟ مش دم يتخض برضه، اقسم على دمك. انت عارف ان انا اشتغلت؟ طب والوجع قد ده كله؟ ما نعمل سيرش على جوجل. مش قلت لكم اثرنا بالبني ادمين؟ استنى يا عم. افضل مدينه في العالم يوتوبيا. يوتوبيا؟ دي فين دي؟ اي حاجه قديمه بلاش كتير. بيكيا المبيكيا حلاوه 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 هات الحلاوه يا حلاوه 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 يا حلاوه حلاوه هات الحلاوه. حلاوه مش راجل. طبعا غير عن المضاجع. واحد ست على دماغ. اللي بتسمي ده بس معاه معلمه. والله الحلاوه ده بيوعد. مالكش دعوه بلاد واعمل لك ها؟ حاضر يا معلمه يا اخوان. حلاوه كلها رجال. سنراب نعملها يا معلمه. اطلب لي كوبايه شاي دماغها تفاح. حاضر يا معلمه. جالوس انت جالوس. ايوه جاي. احلى كوبايه شاي للمعلمه بقى قاعد. اتفضل يا معلمه اتفضل. وانا خارج حطها جوه. مؤاخذة يا معلم. وعندك واحد ساعه لفات لو صلحه. سنراب نعملها يا معلمه. نادينا على المقاطيع اللي بره. حاضر يا معلمه. انت مقاطيع خش يا مقطوع منك شوف. واحد كلنا واحد عملوا شغل واحد صف واحد كلنا واحد عملوا. واحلى تحيه وسلام. بس يا وفرتكه فرتكه على الطبله على السكسكه للمؤاخذه. نادي على المقطوع الاول. حاضر يا معلمه. المقطوع الاول المقطوع زيزو نادانا يا معلمه. نادانا يا معلمه. نادانا بس الله يقرفك فليتقدم نادان. نادان ها؟ تقدم يا خد يا معلمه. اللي غلى هتقول ما انت تقول 560 جنيه. تمام كلامك وصل لي تفه ورا الصراحه. اطلع بقى ده اللي ضربته في جيب. لا يا معلمه. لا بقى. انت مش هتاخد فيها. لا ده نادانا. يعني ده كان ده العادي واخد كاس العالم وراني على وداني جنرال. نعملها يا معلمه. الواد ده اتفتش تفتيش زيك. حاضر يا معلمه. تعالى انا اعمل تفتيش. اللي بعد حاضر يا معلمه. اللي بعده مين عفانه يا معلمه؟ عفانه. مستحمية يا ابو والله فليتقدم عفان. تقدم يا عفان. انا بس سبقتش يا معلمه. ليه يا عفان؟ ضويلي ما طويلي. اسمع يا عفان كلامك يا اخويا ده ما ينفعنيش. انت نسيت يعني انت اللي اديتك الفرصه وعلمتك ازاي تمد ايدك تجيب الناس في ايه؟ حصل يا معلمه. علمت يطلع المرشيد في 5 ثواني. رقم قياسي. كان امل ساعتها تلعب عقله وتخش الاولمبيه وتجيب ميداليه لمصر. تيجي بعد ده كله تقول لي ضميرك ما توعكش. مفيش معلمه جنرال. يعني يا معلمه. الواد ده اتحبوط تطلعوا له ايديه. حصل يا معلمه. صباح الخير يا عم. صباح النور يا عم. لازم صحتي بدري كده ورايحه على فين؟ رايحه الجامعه. ده اللي خدناه من الجامعه. يا بنت بدل ما تيجي تقعدي مع امك في القهوه وتتعلمي اصول النار تقولي رايحه الجامعه. طب ولازمته ايه بس الكلام ده يا اما؟ هاتي مصروفي علشان عايزه امشي. خلي الجامعه هي اللي تديها لك يا نوم. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ خديها ماشي. طب انا هاخدها ماشي. ايه ده؟ هم هنا بيقطعوا ايدي اللي ما بيسرقش. هي دي الجمعه
لي يا جميلة. يا جمال يا جمال، الأسرة السعيدة دي، الاستقرار النفسي ده، فوق كده يا حلزون. راجل الاسم الحلال وراجل زوجة صالحة وتحقيق، يعني احنا بنقول انا مش قلت لكم لسه في ناس كويسين؟ بعدين اللي بيتعب بالله اخوكم من السباك. اسمعوني، خطتنا ان هنشتغل على دول، هنخليهم يكرهوا بعض ويتخانقوا على الفاضيه وعلى المنابر لحد ما يسيبوا بعض وعيالهم تتشرف. أحب دماغ العناب يا حلزون. اسم عليك يا اسطى. جاهزين نبدا. يا حلزون، في ست جايه هناك اهي. طب استنى يا جماعه نشوف الست دي عايزه ايه. عايزه ايه الست دي؟ يا بنت اللي كشت يعني انت جايه بعد سنه ونص تقولي لي الجماليه كشت. فلوس يا ست انت بعد سنه ونص وعايزه فلوسي. خلاص هديه بس تكون دايما على حق. ايه ده؟ قاعده ليه؟ يا جميل جوز الست دي يلعب جول يا جميله جول. لازم تاخد موقف يا جميل، ما ينفعش يا اخويا تتاخرها كده، الزمن اللي احنا فيه ده البقاء فيه للاقوى وبس. الست انت فاهمه غلط، البقاء للاقوى مين؟ ده مع جوز الست دي البقاء لله. عاجبك كده؟ يا ست يعني انا كل يوم بص بتضرب حلقه بسببك يا جميله، انا ما فيش حته في جسمي بقت سليمه بسببك كنا اديناها فلوس وخلصنا. المشكله مش في الجلابيه ولا حتى في فلوسها، المشكله ان ما ينفعش ست زي دي تهزقني وانا جوزي واقف بيتفرج عليا. انا متجوزه راجل مش موبايل صيني. اهو كله بيقول الو. وانت كنت يا جميل بتحبني وتخاف عليا صحيح، لازم تفهمك والناس بتزعق منك. جميله بص شوف الرجاله حواليك عاملين ازاي. كل واحد فيهم عايش بدراعه. مش زيك على طول كذبني ومخلي رقبتي قد السمسمه قدام الياس ولا ما يسواش. انا حاسه اني مش متجوزه راجل اساسا. لا يا جميله، لا يا جميله، لا يا اختي ما تجيش على الجرح يا حلوه، ده اللي لازم مش هتعدي على خير يا قاتل يا مكتوب. ايه ده يا جميل مش كده، الغضب صفه مش كويسه. استنى احنا جايين نتعلم مش دي شيء يا جدعان. استنى بس اما اشوف هيحصل ايه. كنت كلمتك يا ست، انت جاي كلمه ملاكه عليا يا ست انت. Can't turn the swell off. Franchise doing big business. I'm living this automatic. I win some kills, hold you finish. Exposure. And I say بس يا ماما. يا لهوي، يا خرابي، يا مسكر. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا جميله. ايه رايك يا حبيبتي؟ مبسوطه؟ your whole plan. Lay your ass down for the 3 seconds. عاجبك كده يا جميله؟ يعني انا كل مرحله تنسى ان متشابه يعلم عليا ترجعي تفكريهم تاني. مش قلت لك اللي ابوه عطارد اخره مريت؟ اديني اتضربت اهو. عاجبك كده؟ مش عاجبني يا كسفني يا وكسني يا مفرج عليا الحاره. عارف ايه يا راجل ده؟ عارف ايه هو ده اللي كده؟ انتوا متاكدين يا جماعه ان احنا شياطين؟ بصراحه انا مش عارفه اشك في المعلومه دي. وانا بعد اللي انا شفته ده مضطر اقول حاجه بس ما تزعلوش مني. اتفضل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. نفس
شرطين وعصب نفسك كنت مشموم يا اخي. انا حمود يا حبيبي، انا هعمل معاك واجب السنين. ولازم ده يا سرخاوي عشان تعرف انا بحبك قد ايه. طب يعني كنت لازم يعني كابني منطقتك؟ امال عشان اعرف اكرمك بمزاج. تعالى واجب يا سرخاوي. ايه ده؟ سامعين الراجل ده بيقول ايه؟ جاي يتصاحب عشان يكرمه. هو ده انت بتستغفلني وتمشي عني الحكومه، تقول اني بروع الامين. هما مين الامين دول يا؟ انت جايبني هنا عامل لي كمين؟ مع اني ما بحبش كلمه كمين دي يا حموده، بس وانت فاكر قادر ان الحكومه تعرف تعمل معايا حاجه؟ يا ابني انا سلخاوي. ما حصلش يا سلخاوي. لو حصل يا حمود هتعمل ايه يعني؟ اخطفك يا ممكن اطلع من وراك بدي. ليه يا عم؟ انت فاكرك هتاخدك نجيب سوارس؟ ده انا في النوم يا حديد، يعني مش هتقول ولا جنيه واحد. انا اللي ايامك كان مش انت اللي تعاين نفسك. اوبا يا سلخاوي، ده انا شكلي جالي برد في العظم. اطلع قدامي قدام. بيقول لك هو اللي هيقيم نفسه، فاكر نفسه رئيس لجنه التحكيم. بصراحه كده يا جدعان انا اتخنقت وجاي احبط تحت الباص. يا دوب ما فيهاش ولا واحد كويس. وبصراحه ابوكم دي حاجه اللي يخليش يشيل ذنوب كل البشر وهم بقوا خطائين بطبعهم. واحد زي اللي يحاسب على المشاريع كلها لوحده. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه بقى؟ هنقاوم. ايوه هنقاوم وهنخش المعركه بايد من حديد ومش هننسحب وهنسترجل وهنشرب بريل ايه يا اخي؟ قلت لك ما تتفرجش على اعلانات البني ادمين تاني. خلاص هنسترجل ازاي؟ اخواني هيقفنا بقى بمحاضراته. هنغير خطتنا. ايه هنلعب بلابلو؟ لا هنلعب على مسات التسلل. ايوه مسات التسلل، مش هما كده اشرار. احنا بقى هنتسلل وسطيهم ومش هنسيبهم الا لما نديهم. ايه؟ سيطان عايز يقتل بني ادمين وانا اللي كنت فاكرك ننجح طلعت تقتل. يا جماعه فهموني، مش هما كده عصيين. احنا بقى لو عصيناهم زياده كده ما نبقاش عملنا حاجه. لكن بقى لما نديهم ويبقوا تمام نرجع احنا نشتغل عليهم بعد كده. وبكده يبقى رجعنا لمهمتنا الاساسيه على الارض، نشر الشرور بين البشر ورفعنا راس ابونا من الشياطين فما يحسش بفشله ويرجع من وقته بداه. تصدق انا حزين اصدقتني ان انت شيطان صيع. عيب عليك يا اخوك شيطان. مش تعالى بقى صحيه. تعالوا بقى نحط خطتنا. ايوه احنا هنختار مجموعه من اشخاص عاصيين جدا. ايوه مجرمين اشرار. ايوه ما بيخافوش ربنا، يعملوا اي حاجه عشان يشبعوا الرزق. ايوه وكل واحد فينا هيشتغل على حد منهم يخيل بايمان لحد ما يبقى ابن عارفين. وبعد كده يوقعهم في المعاصي من جديد. يا سلام عجبتكم جدا. بس في حاجه لازم نظهر لهم في صوره بشر. لا يا حلزون ما ينفعش، بكره لو عرف هيروح فين؟ يا حبيبي هو كده يعرفوا بس وبعدين ابوهم مش فاضلنا. زمان ده كان بيتفرج على قناه اقرا. يا عم ولو انت كده برضه عندك مشكله ثانيه يا حلزون. عشان نتحول لبني ادمين عايزين تراخيص من القيادات الشرطيه. قول لي انت عارف كويس قوي ان ممكن نتحول بمزاجنا عشان فوق. انت بس كده نبقى مخالفين يا حلزون. يا حبايبي احنا شياطين وبطبعنا ما بنحترمش قوانين. وبعدين ما تنسوش كل ده عشان خاطر ابوكم. موافقين ولا مش موافقين؟ موافقين. انا عن نفسي موافقه عشان خاطر دادي ابليس تعمل ايات وحاجه. وحضرتك؟ وانا موافق مش هبقى لوحدي يعني. دين نعرف فتح الحلزون؟ فاكر ده يا قلت لك احنا شياطين نتحرق. خلاص يلا بقى يا انا طالب. والتاني اسمه ايه؟
عمري بكره المدرسين. طب ايه رايك بقى يا نص مدرس انا هعلم عليه؟ هتعوضه صح؟ يا حميدته. بس انت لو عملت كده هتزعل اخته القطه مني. اخته ما تزعل يا. تزعل بس يعني انت اللي زعلان خش النار. ليه يا ابني يا ملاك ولا ايه؟ راح النار دلوقتي معاك الشغل. هي اسمها ايه؟ صباح الطبيعة الثاني وبياكل وجود الناس. صباح الطبيعة الثاني وبياكل وجود الناس. على الطريقة عجيبة كل يوم عاملة مصيبة. على الطريقة عجيبة كل يوم عاملة مصيبة. بيقولوا ان الدكتور عارف لو جبنا في الخوض اللي فاتت دي ولا بتكلمها هعمل فيك ايه؟ هجيبك وشاي. الإنسان بقى شيطان وعملنا بيها غلبان. الإنسان بقى شيطان وعملنا بيها غلبان.
فنانه استعراضيه وتمثلي في الافلام وهتبقي نجمه وانا ابقى مدير اعمال. انت عارفه اجرك في الفيلم الواحد ابقى كام؟ 5 مليون جنيه. 5 مليون جنيه والمنتج عندي. طب المنتج ليه اختار واحده زيي؟ انت وشك زي القمر، ده انا جايب له كنز. 5 مليون جنيه. قلت ايه؟ قلت اني محتاجه افكر في الموضوع ده. فكري براحتك، انا واثق انك هتوافقي. سلام. اصل ده بيكتب يا اخويا كل يوم بتتعلم عليه واللي يسوى واللي ما يسواش. يا ستي ومخلي الافكار دي تبتسم. ايوه يا بنتي، بس العفريت اللي حضروا لك ده هيعمل له ايه؟ هيلبس ويخليه اقوى من الشاي. مين مدير شاهين ده كمان؟ ده واحد من اللي علمه على طول. انا عايزه اعمل اه وكل الناس تخاف منه وتعمل له حساب، ولما يمشي في الشارع الكل يجري يستخبى. ايوه يا بنتي، بس الاعمال والكلام الفارغ ده حرام. خليكي مع ربنا احسن وادعي له، وان شاء الله دعاك هيكون مستجاب يا بنتي. بدعي له يا عم الشيخ، بس ده برضه ما يمنعش ان الواحد لازم يسعى. هي الاعمال مش عاوزه ساعه. ساعه. يمكن صاحبتي يا اخويا كان جوزها بيشوفها زي القرد، راحت لواحد عمل لها ومن ساعتها بقى بيشوفها زي الفل. لا بيشوف ايه بعد العمل؟ غوريلا زي القمر. حتى بالقمر العفريت اللي عليها كان اسمه شيطان. ايه؟ شلتون؟ بتشتغل عند الدجالين من ورانا شلتوني في كلب؟ ما دي حق ابوك يتشل لما اشوفك يا حيوان. ايه ده انت تعرفه؟ لا ما تاكلش بالك. خد بقى الوشتين دول كل اللي حلو، لو حصل المراد هجيب لك كل اصحابي معاك وهخيطك. روايش واصحاب ماما عارفها. اللهم ارزقك يا شطار. انا اروح بقى اجيب لك حاجه من قطر. وشويه تفهم الشغلانه وتلم فلوس قد كده وانت قاعد في البيت من غير بقى مناظر يقرفك وعيال تجيب لك نار. انت فاهم بقى؟ سيبيني فرصه افكر يا معلم. براحتك لما تحب كلمني. سلام. كده بقى ايه ده؟ ايه؟ قلب واضح كده ان الموضوع مش سهل. فعلا مش سهل، وبصراحه كده انا عايزه اقول لكم على شعور غريب جالي دلوقتي. ايه؟ بالرغم ان انا مش محتاجه لفلوس ولا لاي حاجه، بس حسيت كده بالغرور واتغرغرت في نفسي لما الواد السلخاوي عرض عليا ان اكون نجمه وسط النجمين. وانا كمان يا حلزون حسيت بالجشع لما المعلمه عرضت عليا امسك مكان الجنرال. فكرت اني ممكن اخد كل اللي حيلتها. وانا حسيت اني جعان. حسيت بالطمع لما جميله عرضت عليا غوايشها. وثلاث قضايا ادبيه. مش غريب ان احنا يكون عندنا صفات ادبيه. لا مش غريب. ليه؟ لاننا ببساطه اتحولنا بين بني ادمين، فلازم نحس باللي بيحسوا بيه. الغرور، الجشع، الطمع. ايه ده يا حلزون انت اتفرجت على سيفن؟ لا ماليش في الصوت. بصوا يا جماعه، احنا لازم نخلي بالنا كويس قوي من افعالنا، وما نبعدش عن مهمتنا الاساسيه، وما ندفعش ورا سلوك البني ادمين ايا كانت الاجراءات. نتعاهد على كده. نتعاهد نحن وابناء ابليس حلزون وفتنه وشيطان بالالتزام بالفتنه في ايدي البشر وعدم الانجراف خلف سلوكين المشين. وهذا طب احنا ممكن نجلس بره بس يا جماعه، وبعد كده بتكلم معاك تاني. مفيش مشكله. ايوه كده جميله يا معلمه.
بحبوش. ايه؟ العيل منكم يدفع من اول النهار لاخره، ما يرجعليش غير ب 1000 جنيه. انا لو مسرحكم بعربيه بطاطا انا ترجعني اكتر من كده. بالراحه انا قايله يا استاذ مش كده. مفيش حاجه اسمها بالراحه، والكسل اللي هما فيه ده انا ما بحبوش. طب هدي اعصابك. ما بحبش هدي اعصابك دي كمان. اقف جنب منك ليه؟ من هنا ورايح الشغل هيبقى 3 فترات، فتره صباحيه وفتره مسائيه. طب الفتره الثانيه وهم نايمين. فتره هم نايمين دي انا اولى بيها. انت؟ ايوه انا مريضتي، انا اللي بخطط وانا اللي بتكتك، ومن الاخر كده بقى انا اللي طورت اداؤه. بتخطط وتكتك انت هتعملي في حسام البدري. حسام البدري؟ طب بص بقى يا معلم، انا والعيال دول خلعناك، واللي يطلع مني من غيرك احنا اسفين يا معلمه راجعه هقتله. لا يا احمد ده ما تعرفنيش والايام مبينه. ما عرفتيش؟ طيب ولا منك ليه؟ ظبطوه. في عيال الحقوني بقى كده يا بصي بقى كده انتوا عايزين منها ايه؟ بعدوا عنك حرام عليكم. قومي يلا ما تخافيش يلا انا معاكي ومش هسيبك. صح صح انا نجحت نجحت واتخرجت من الكليه. تعالي معايا يلا انسي اللي فات وسيبك من المواضيع، سكتهم اخرتها وحشه ياما. تعالي نبدا من جديد. جربي الحلال ياما، جربي الحب، جربي الرضا. صدقيني ياما مش هتخسري. ابوس ايديكي ياما تعالي معايا، ابوس ايديكي ياما ما تخسريش تعالي معايا. لا مش هنرجع على التكاسل من شويه مواضيع وحقي هاخده بتراك هاخده وهتاخده وين وحشي. فيها حد يعرف الحب والحلال والرضا؟ كانت فين البنت دي لما كنا شايفين؟ طب وليه ما كنتش كده؟ كده! ما كلهم الأول أنا فاكرهم طيبين وطلعوا واقعين! أكيد البنت زي أمها. كل اللي بتقوله ده شعارات. أيوه يطول ما يبقاش حد كويس. يطول ما يبقاش حد كويس. كلهم شاهدين! كل
زبون بيجي، وده كان اتفاقنا. عايزه ايه تاني يا جميل؟ انا استاهل منك اكتر من كده يا شيخ هدايه، وما تنساش ان انا اول واحده قلعت غوايشي من الكتاب، يعني ما استخسرتش فيك حاجه، انت كمان لازم تقدرني. قصري يا جميله. عايزه نسبتي تبقى 40% على كل اسبوع. انت بتخرفي بتقولي ايه؟ لا اسمعي يا شيخ هدايه، المبلغ اللي انت فيها دي مش قليله. انت مالكيش اي حق عليا، واذا كان عن الجوزين اللي انت اديتهمني فانا قصادهم حققت لك راجل، خليت لك جوزك بقى وحش كاسب وكل الناس بتخاف منه. مش ده اللي انت كنت عايزاه؟ يا ريت كبروا زي الاول، على الاقل كانت هتطوعي وتسمع كلامي، انما دلوقتي انا مش عارفه اتلم عليك، جميل راح مني خلاص. اسره يا جميله، انا راجل واصل وليا كرامات، وزعل وحش، وانا مش عايز ازعلك يا جميله. تقصد ايه يا مولانا؟ التكاليف اللي انت قلتيها من شويه دي مش جايه من دماغك خالص. انا كنت راجل جدع وبعمل باصلي معاكي، بس انت ما تستاهليش يا جميله، ومن هنا ورايح مالكيش عندي مليم واحد، ولو شفت وشك في حته هسقطك ضفدعه. ايه؟ ضفدعه؟ بقى كده يا هدايه؟ اسمي مولانا الشيخ هدايه. شغل يا ابني. واتفضلي بقى مع السلامه، علشان عندي زباين كتير قوي وجايين لي من اخر الدنيا، وكل واحد فيهم عنده مشكله، وباذن الله وبامره هحلها له يا جميل. حقيقي روحانيات روحانيات. بقى كده يا هدايه؟ بقى كده؟ ماشي، ما بقاش انا جميله، ما كنت اخليك تنده، تعرف مقامك كويس يا هدايه كلب. ماشي. أنا عندي خطة
اللي في الرقبه منهم من ستاتهم. وانت هنتصرف ازاي دلوقتي؟ عادي نرجع زي ما كنا ونختفي. صح، يلا بسرعه. مش هينفع. ليه؟ لاننا ببساطه اتحولنا بقى مجانين بدون اذن القاده الشياطينيه العليا. يعني ايه؟ يعني عمرنا ما هنرجع شياطين تاني. وسط النفاق والطمع طلع الجدع كلمته وياتي كانت تهمته وربما ننشف والتهمة كلمة حق أنا من قلبه اللي مات وما حسش بحسابك باع الدنيا وما فيها ما حلتوش حاجة يرجع عليه لكن فرد اللي فات كالعادة يكسب الكفة خدتنا الدوام خدتنا الدوام خدتنا الدوام خدتنا الدوام يا ليل يا ليل يا صحي من نومه وابتدى يومه راجل غلبان
you.